خلينا ناخذ ابو محمد الادريسي. ابو محمد الادريسي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال اللغة حج مهم. سؤال اللغة شكرا لكم جدا. الله يحفظك يا محمد. القضية أيها الإخوة الأساتذة، نحن عندنا تربينا على هذا الكلام الذي تذكرونه وعلى غيره، وسمينا، أقول سمينا فعل مبني للمجهول، سمينا تاريخيا أهل السنة والجماعة. فعندنا إذا كنا أهل السنة والجماعة يجب أن نكون أول الحريصين على سنة خير المخلوقات. هذه السنة بقيت قرنين تائهة عند فلان وفلان وعلان وفلان وعلان، وبعدين جاء رجل مما يسمى تاريخيا بالفرس المجوس بن برديزبة، وجاء وكتب لنا كتاب. نحن اليوم غير صحيح يا رجل، غير صحيح. العرب هم الذين حفظوا أحاديث الرسول يا رجل، اتق الله. من قال فارسي؟ البخاري من أصول عربية. أنا لا أتكلم. الإخوة الوهابيين من القبائل العربية التي هاجرت إلى مناطق خراسان وبخارى وهذه المناطق وشمال إيران. القبائل العربية معروفة. الإخوة الوهابيين أحترمهم وأطلب منهم أن يحترموا الآخرين. هم في الحقيقة في التاريخ يجب أن يكون كلامك علمي لكي نحترم كلامك. أنت تأتي بكلام غير صحيح. عنوان المجد في تاريخ نجد، عنوان المجد في تاريخ نجد كتابهم كتبه مؤرخهم، ليس فيه إلا الذبح والقتل، ليس فيه إلا الذبح والقتل. من نجد إلى النجف، من نجد إلى بادية الشام، من نجد إلى عمان، من نجد إلى اليمن، ليس في كتابهم وفي تاريخهم إلا الذبح والقتل. وأنا أصرح، أفضل الإنسان الملحد على الإنسان الوهابي. أفضل الإنسان الملحد. يا انظر ماذا فعل الغرب، انظر ماذا فعل. كم مات الملايين في الحرب العالمية الأولى والثانية وفي الحروب الصليبية. أخونا عشرات أضعاف دائما من الذين توفوا من المسلمين يا رجل. ماذا الكلام الذي تقول؟ إذا شيعي حرامي حتى أنا حرامي، إذا شيعي جاري حرامي حتى أنا حرامي. الغرب إذا قتل يقتل ولا دين له ولا ملة له، ولا دين له ولا ملة له. وهو يقتل الآن، يقتلكم في فلسطين أنتم الأوائل، يقتلكم ويذبحكم يوميا في غزة وفي رام الله وفي صفد وفي الجليل الأعلى وفي القدس الشريف وفي كل نقطة. وأنتم عوض أن يكون الذبح للذين يذبحونكم تذبحون المسلمين وتقتلون المسلمين. فأترك هذا الموضوع، قد أعود له مرة أخرى إذا عدت إلى مجلسكم. إحراق السنة فعله أولا خليفتنا نحن أهل السنة والجماعة، والاسم الصحيح الذي أعطيه لنا نحن أقول أهل السلطة والجماعة. يجب أن يدون. نحن أهل السلطة والجماعة. نحن أهل السلطة والجماعة ولسنا أهل السنة والجماعة. اللي عنده السلطة يفرض فإذا إحراق السنة فعله أولا خليفتنا الأول، وطلب من بنته عائشة أن تأتيه بأحاديثها، وحرق أحاديثه وأحاديثها، فضلا عن إحراق القرآن الذي قام به عثمان بعد ذلك. فإن قضية إحراق جريمة عندنا، جريمة في حق الإنسانية، وور كرايم جريمة في حق الإنسانية أن نحرق كلامه. بينما ما كتبه يقولون ما كتبه أبو بكر، كتب حوالي 500 حديث سمعها مباشرة من رسول الله، أي بالسند العالي، ليس فيها المفروض، ليس فيها حديث واحد ضعيف أو موضوع أو حسن أو متوسط أو كل هذه الصفات، كلها أحاديث صحيحة، بل ربما متواترة، لأنه سمعها مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحرقها وهو لم يقضي بعد يومين أو ثلاثة في السلطة، وأمر ابنته عائشة أن تأتيه بأحاديثها وأحرقها كذلك. إذا عندنا مشكلة كبيرة، ويدون هذا الأمر بعد قرنين. نحن الآن إذا أخذنا ابن عثيمين وابن باز وابن جبرين وابن إبراهيم ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم، كل ما كتبوا، كل ما قالوا، كل حركاتهم، كل اجتماعاتهم، كل
كل مؤتمراتهم مدونة. أي نحن أهل السلطة والجماعة عندنا ابن عثيمين وابن باز وابن جبرين وابن إبراهيم ومحمد بن عبد الوهاب أعلى شرفا وقيمة ومقاما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي تركت أحاديثه قرنين كاملين، ثم جاء هذا الذي دونها، سواء كان الإيراني مسلم أو الآخر من أوزبكستان أو الترمذي من ترمذ أو النسائي من نسا أو غيرهم. فإذا هذه مشكلة يجب أن يفكر فيها الإنسان العاقل. الإنسان العاقل الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقول نحن عندنا إشكاليات كبيرة وانتهى زمن اسكت يا أخي، اسكت يا أخي، اسكت يا أخي، هذا كلام كذا، هذا يا أخي لا تقول هذا الكلام. انتهى. وأضيف الآن كمل وأضيف يا أخ الإسلام، يعني تأخير التدوين لمدة قرنين مشكلة عظمى. إذا انتقلنا إلى حديث تميم الداري حول الجساسة والجزيرة. هل هذه هم كانوا في الجزيرة العربية، تميم الداري وكعب الأحبار وأنس بن مالك والجماعة الكل الصالح والطالح من هذا السلف، الصالح والطالح من هذا السلف كانوا كلهم في الجزيرة العربية. الجزيرة العربية جزر قريبة منها جزيرة سقطرى اليمنية اللي فيها ما فيها اليوم، وجزر إريتريا اللي بين اليمن والجزيرة العربية أو السعودية، وجزيرة سنافير شمال البحر الأحمر اللي كانت تابعة لمصر وثم سلموها للسعودية. وعندنا جزر الخليج كذلك مرتبط بالجزيرة العربية، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وخرق، وكلها مشهورة الآن بالمشاكل التي لا تخفى عليكم. أين ذهبت سفينة تميم الداري؟ هل نزلت في خرق أم في طنب الكبرى أم في طنب الصغرى أم في سقطرى أم في الجزر المجاورة لإريتريا أم في شمال البحر الأحمر في جزيرة سنافير التي كانت مصرية وأصبحت الآن؟ لا، نزلت في صحيح مسلم، جزيرة صحيح مسلم. نعم، نزلت في جزيرة صحيح مسلم بس. مشكلة. طيب هذه الجزر الآن بإمكاننا الآن بالأقمار الصناعية أن نرى ما في هذه الجزر كلها. يابا والله أخونا أبو محمد الإدريسي شبرا أبو محمد، هذه الخرافة التي رواها تميم الداري، وألصقت بنا نحن المسلمين السنة. يعني أن نستطيع أن نصور هذه الجزر التي ذكرتها، وهي الجزر المحيطة بجزيرة العرب ما في غيرها. هل هناك هذا الدجال؟ هل وجدناه؟ هل في الجساسة؟ الآن يصورون السنتيمتر والمتر المربع، يصورونه الأقمار الصناعية. فإذا هذا الحديث انطلاقا فقط من العلم، دون أن نذكر إحراق السنة الذي ذكرته في البداية، دون أن أذكر التأخر قرنين كاملين بينما تراث بن عثيمين يعني دون وهو حي، والجمعية الخيرية لتراث ابن عثيمين، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والندوة العالمية للشباب المسلم، ورابطة العالم الإسلامي، وكل هذه المؤسسات تدون حرفا كل ما يخرج من أفواه علماء أو ربما في رأي الشخصي كهنة الوهابية، بينما سيد الخلق لم يدون شيء إلا بعد قرنين. آخر نقطة هي أن النبي يخبر أنه يرى الصحابة يوم القيامة فأرى الزمرة، والزمرة في اللغة العربية 70,000 زمرة تؤخذ مني إلى أين؟ إلى النار. إذا كان فيه زمرة فيها 70,000 صحابي تؤخذ إلى النار، كيف نأخذ السنة من هؤلاء العدول وهم أهل النار؟ كيف نأخذ؟ هذا سؤال عظيم وكبير جدا. كيف نأخذ السنة من الزمرة التي تؤخذ إلى النار؟ فتؤخذ مني فأقول إلى أين؟ إلى النار. الزمرة فيها 70,000 إلى النار، وربما هي الزمرة الأولى والزمرة الثانية 70,000 في 70,000 يعني يصبح 140,000. كيف نأخذ السنة من غير أهل النار من الصحابة؟ كيف نأخذ السنة من غير أهل النار من الصحابة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي بس سؤال قبل أن أقدم أبو عائشة وحيا الله الدكتورة حنان وباقي الأخوة. عندي بس سؤال لك. يعني أولا أنا أشكرك جدا على المداخلة. إلى مداخلة وعد اللامين. لحظة شيخ معاوية، وأنا دائما أفخر بهذا البرنامج نتيجة وجودك أنت وباقي الأخوة والأخوات. سؤال أخونا أبو محمد الإدريسي
وأنت كسني، كيف يعني يقنعونكم بهذه الخرافات على أساس أنه حديث صحيح؟ الأحاديث اللي على رب العالمين، يعني الصناعة الحديثية، أنتم كناس تستمعون إلى هؤلاء في حلقات الدراسة أو في المسجد، يعني مثل الآن حديث الجساسة، إحنا السفينة لعبت بينا، الموج لعب بينا، رحنا رأينا كتلة مال شعر ما نعرف ذكر ولا أنثى، ولكن قلنا لها مين أنت؟ قالت لهم أنا الجساسة وفي واحد منتظركم. رحنا لهذا الواحد لقيناه كبير، جثة كبيرة، شوف يعني خرافات، جثة كبيرة ومشدودة، يعني مربوطة يده إلى رجله بالحديد، زين، هو يتكلم معانا وصار له 2800 سنة ويتكلم، وهذه تتجسس له، والجزيرة ما بها لا إنسان لا شيء، لا زين. هذا شلون يأكل؟ شلون 1800 سنة هو يقول يعني بشر؟ شلون أعزك الله تواليته وين؟ يعني صار له 2800 سنة التواليت مالته، صدق تكذبون انتم؟ يا أخي الكريم، نحن هذه الأمور وغيرها، نحن سيدنا النبي علمونا أنه لا ندري هل كان مسلم أم مشرك، وأبواه مشركين، يعني السيدة آمنة وعبد الله بن عبد المطلب، وما في سؤال، وسكوت والسلام وتعلم، وهكذا قال السلف، وهكذا قال السلف والسلام في المسجد، في الحلقات المسجدية التي شبت في جلوسي فيها، أنا المتحدث شبت حتى نبت شعر الأبيض في لحيتي وأنا أحضرها. عندنا جامعة القرويين، أقدم جامعة إسلامية في العالم قبل الأزهر وقبل الزيتونة، قبل الأزهر وقبل الزيتونة. وحتى الشيخ مظفر عالم الأصول اللي عندكم في العراق جاء حضر يعني في أوائل استقلال المغرب الأقصى في الاحتفال الألفي بتأسيس جامعة القرويين، وقارن ونص الذي قاله عندي موجود، وقارن بين جامعة القرويين والحوزة العلمية عند الإخوة الشيعة. فإذا نحن يعني الثقافة هي ثقافة اسكت، هكذا قال السلف، هكذا قال السلف يا أخي، لا تبتدع، هكذا اسكت وتعلم ولا تقول، ولا هكذا بالقمع، أقول بالقمع وأكرر، وأتحداهم أن يثبتوا العكس، بل أتحداهم في بلدانهم كلها أن يتركوا الناس أحرار، في المساجد، في المسجد النبوي، في المسجد الحرام، في مساجد أبها، في مساجد القصيم، في مساجد حائل، طيب. في مساجد. خلي جاوبك لحظة يا أخونا. أرد على لا بس خلي أبو عاشة يرد، بس أقدم أبو عاشة يرد وأنت بعده. حيا الله دكتورة حنان نورتينا، حيا الله الأخ ولا الأخت عائشة، حيا الله محمود المصري دكتور. طيب أخونا الكريم أبو عاشة، تفضل أبو عاشة، الآن وجه عدة مسائل، أريدك. أولا يا واحد اللعبة، مين أطلع بتكلم؟ مين هذا رجل عالم. أنا بتكلم. نعم، دكتورة حنان ورجل. أنا الدكتور أبو محمد إدريسي، الدكتور أبو محمد إدريسي لمعلومات معاوية، الدكتور أبو محمد إدريسي لمعلومات معاوية الشامي. يلا، هذا الدكتور أبو محمد، والله شرف إنه وجودك دكتور، يعني مبين إنسان من منطقة. مسلم ولا رافضي يا أستاذ؟ مسلم ولا رافضي؟ أنا قل ما شئت، قل رافضي، قل إباضي، لا تساوي عندي شيء هذه الكلمة. أنا باحث أتحدى أمثالك، أنا باحث أتحدى أمثالك إذا أزلت سيف القمع، أنا باحث أتحدى أمثالك إذا أزلت سيف القمع والقتل في سوريا وغير سوريا. أنا باحث أتحداك وأتحدى أمثالك إذا أزلت سيف القمع والقتل في سوريا وغير سوريا. والله فخر والله العظيم وجود الأخوة معك. تسمعنا نرد عليها. بس لحظة أبو عاشة، تدري عندي مقدم. حيا الله دكتورة نورتينا الدكتور السنحنين. هو طلبني يا أستاذ، هو طلبني. يا طلبك، لكن أنا الموافقة تصدر مني، هو أعلن عن تحدي يعني، فأنا
ان شاء الله. هيبقى صعب عليك، لكن انا